السيد الرئيس يتدخل لجيش الشغوط وينزل الجيش ويضرب بقوام الحديد. نحن مع الجيش، نحن مع الجيش السوري. الله سوريا الجيش وبس. السؤال هالمحطتين هذول على اساس انهم عربيات. الجزيره بتحط على الشهداء اللي ماتوا على حدود الجولان، على اللي ماتوا بالجولان المحتل، بتكتب عنهم قتلى. والشهداء الامن اللي عنا وعناصر الجيش اللي حامينا وعم يحموا البلد وعم يحموا الامه العربيه، وعم يحموا الامه العربيه، وعم يحموا الامه العربيه. بالوجه الاسرائيلي بيكتبوا عليهم قتلى. هي النضاله يعني ما بحملها الصراحه، يعني ما بحملها الصراحه للشعب، يعني ما بحملها الصراحه للشعب. انا رح اقول للشعب السوري كله، بتمنى من الشعب السوري كله ايش يلاحظ عن المندسين عم تحط شهداء، وعن القتلى بالجولان، عن الشهداء بالجولان بتحط قتلى، وعن شهداء الامن بتحطهم قتلى. بس ما حاب اوصل غير هالرساله، ما حاب اوصل غير هالرساله، يعني ما بحملها الصراحه للشعب وعم يحموا الامه العربيه. بس ما حاب اوصل غير هالرساله، يعني ما بحملها الصراحه للشعب وعم يحموا الامه العربيه. والله كلمه نحن الجيش، نحن الامن، نحن الشعب، نحن بشار الاسد. قلنا خلصت هي، رجعوا شعلوها من جديد، بس خلصت. والله خلصت باذن الله، والله العظيم خلصت. بنقول كلمه واحده، الله وسوريا وبشار وبس الجيش، ونحن مستعدين حتى ننزل ونتسلح وننزل نقاتل هالخونه اللي اجتمعوا ببروكسل واللي اجتمعوا بانطاليا، ان كان تحت دعم دولي او دعم تركي او اي دعم ثاني. نحن بنفدي هذا البلد برواحنا وما رح نطلع منه الا منصورين باذن الله. بنقول كلمه واحده، يا دكتور بشار مشان الله الشعب السوري عم يتذبح ليش؟ بدنا الجيش مشان الله يا دكتور بشار، بدنا الجيش. اهلنا ماتوا، اهلنا ماتوا هدول السوريين، بدنا الجيش مشان الله. لا اله الا الله. بالروح بالدم نفديك يا بشار، بالروح بالدم نفديك يا بشار. تماما. حسن نصر الله لم يركب، ضل ركب واحد مثل حسن نصر الله من هون لألف عام ما بيطلع معك. واحد مثل بشار الأسد ما بيتركب تركيب، هذا بينخرط هيك جاي خلص. واحد مثل بشار الأسد ما بيتركب تركيب، هذا بينخرط هيك جاي خلص. أتصور أنكم ما زلتم حتى اللحظة تشتغلون في مربع ليس هو الصحيح. أنتم ما زلتم في مربع ونحن في مربع آخر مختلف. أنا أحب المربعات، المربعات أحسن. هذا المربع يقول بأن سوريا استوعبت الصدمة الأولى، وثانيا انتقلت إلى مربع جديد لجهة أن هناك مجموعات مسلحة خرجت كي تواجه الناس، وخرجت حتى تواجه القوات المسلحة. اسمع، أنا أحب المربعات. هل تحب المربعات؟ هذا أمر طبيعي، لكن نحن أصبحنا في مربع مختلف تماما. هذا المربع سيد عبود، يعني بعيدا عن منطق المربعات، للمربع 4 أضلاع و4 زوايا متشابهة وأضلاعه متساوية. لم تعجبك منطق المربعات؟ هل تريدين دوائر الجزيرة إذا سيدتي؟ المربعات أشكال جميلة، ما رأيك؟ يعني بدون أخذ وعطاء ودوائر ومربعات. هل أنت لا تملين علي الأخذ والعطاء، وأنت لا تحققين وما بيطلع لك تحققي معي؟ أنا أمثل الشعب السوري. المستطيلات جميلة أيضا. أقل شيء ممكن نقوم فيه إن نورجي صوتنا للدنيا كلياتها. نحن أبدا ما عم يصير هالقنوات اللي عم تحكي. نحن أرواحنا ودمنا وأهلنا وعرضنا كلها في الرئيس بشار. نحن أرواحنا ودمنا وأهلنا وعرضنا وأهلنا وعرضنا وأهلنا وعرضنا وأهلنا وعرضنا كلها في الرئيس بشار. يا أيتها الأمهات، يا أيها الآباء، يا أيها الشباب، يا أيها الأبناء، ارفعوا أيديكم والعنوا كل موظفي الجزيرة وموظفي العربية. الله يهتك أعراضهم، الله يسيل دماءهم، الله يحرمهم أولادهم، الله لا يرجعهم إلى بيوتهم، الله ينتهك كل مكرمة عندهم فيجعلها مألمة. إن شاء الله دموعهم لا تجف عن البكاء. الله يبليهم بكل سرطان. سأتحدث حديث الأمهات في القرى وحديث الآباء في الأرياف.
لعنة الله عليهم. أنا أعرف الحقيقة، أعرف أن من يملك هذه القناة لوطي كمن يتحدث في هذه القناة. أقسم بالله الذي رفع السماء وبسط الأرض، أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله يا شعبنا السوري، أقسم بالله، أقسم بالله ثلاثا، أقسم بالله يوم يقوم الديان أن الذي يملكها لوطي يلاط به مثل هذا الذي يذيعها. أقسم بالله يا شعبنا السوري، أقسم بالله، أقسم بالله ثلاثا يوم يقوم الديان أن الذي يملكها لوطي يلاط به مثل هذا الذي يذيعها. طالب، أنت قلت بالأمس هؤلاء الخونة والمرتدون قتلهم فرض وواجب وقتالهم أولى من قتال العدو الإسرائيلي، ويجب أن لا نطالب بعفو لأن هؤلاء لا ينفع معهم إلا العصا الغليظة. كنت تتحدث عن المتظاهرين؟ من قال لك ذلك؟ من قال لك؟ والمرتدون والمرجفون في الأرض، وهؤلاء قتلهم فرض وواجب وقتالهم هو أولى من قتال. علينا من أجل أن ننتصر على عدو خارجي أن نسحق هؤلاء، لا نطالب لا بعفو ولا بغير ذلك. نعم، مع هؤلاء لا تنفع إلا العصا ولا تنفع إلا سياسة العصا الغليظة. يجب أن يسحقوا ويجب أن تطهر الأرض السورية منهم. من قال لك ذلك؟ من قال لك أن يقول ذلك؟ أنت قلت. أنا شاهدتك للتو قبل قليل على قناة دنيا، كان معك سيد عمران الزعبي وكان معك سيد محمد ضرار جمو. نعم، أنا أقصد تماما الذين يقتلون قوى الأمن، الذين يقطعون رؤوسهم، الذين يطوفون بالرؤوس المقطوعة في السيارات سوزوكي على القرى، الذين هاجموا قرى لطائفة محددة وأخرجوا أهلها منها وقتلوا واغتصبوا. يعني أنت قلت ذلك. كل متظاهر يعني قلت ذلك مع أنك يعني تتنصل مما قلته قبل قليل. لا أتنصل يا طاهر ولا أتنصل لكلام قلته. أنا أقول من يقتل رجال الأمن ومن يقتل الجيش هو خائن وهو مرتد وهو ذراع العدو الإسرائيلي. بس أنا عارف بدك تجاوبني بهالطريقة دكتور طالب، أنا عارف بدك تقول لي إنه هؤلاء المسلحين، بس أنا بدي أكمل لك شو قلت أي حرية يريدون ولا يجب أن نطالب بالعفو عن هؤلاء. أولا ما فيش حدا بيطالب بعفو عن مسلحين، ثانيا قلت أي حرية يريدون، يعني تتحدث عن من يطالبون بالحرية. لا، أي حرية يطالب القتلة. لا أحد يتفلسف علي ليقول قلت، ولكن العناصر المسلحة التي قتلت العميد عبد التلاوي، التي قتلت المبدع والمخترع والعالم السوري عيسى عبود وهو من أهم علماء سوريا، هل هؤلاء سلميون؟ هل نعطي حرية لهؤلاء؟ القتل خط أحمر. دكتور طالب إبراهيم، نحن لا نتفلسف، هذا حقنا في أن نسائلك فيما تقول. شكرا جزيلا لك. منبركم لانه انا تابعت احد الدكاتره من جسر الشعور، دكتور قال انا ابن جسر الشعور وانا اعرف لماذا هذه العائلات ذهبت وعلى اي اسس. فقالت على اساسين، الاساس الاول كل عائله تصل الى الحدود التركيه الى 20,000 دولار. انا بما انه دكتور يعني واسف من المقاطعه، لانه انا تابعت احد الدكاتره من جسر الشعور، دكتور قال انا ابن جسر الشعور وأنا أعرف لماذا هذه العائلات ذهبت وعلى أي أسس. فقالت على أساسين، الأساس الأول كل عائلة تصل إلى الحدود التركية إلى 20,000 دولار. أنا بما أنه دكتور الأساس الأول كل عائلة تصل إلى الحدود التركية إلى 20,000 دولار. أنا بما أنه دكتور الفريق الإعلامي أثناء اتجاهه إلى جسر الشغور لكمين مسلح، استطاعت القوة الأمنية المرافقة له أن تفشله وتقتل منفذيه. ونعرض المقطع كاملا بالصوت والصورة. ولكل من خرج بخير وسلامة من الكمين، الحمد لله على السلامة.
والله نعمة، والله نعمة. الحمد لله. يعني شو بدنا أحلى من هيك، وشو بدنا أحلى من هيك عيشة، وشو بدنا أحلى من هيك حرية، وشو بدنا أحلى من هيك. حكينا كتر خيرهم الحمد لله. لا الله يجزيهم الخير. يلي طلبناه صار الحمد لله. هذا كان يعني هدف الشعب، انه ترخيص المازوت نزل لهم اياه، والاصلاحات جاي اول باول، ومثل ما بقول المثل يعني يلي بيت اهله على مهله. الشغله مو بنهار وليله، بدها صبر شوي الحكايه، وسيادته والحكومه والله ما عم يقصروا، ما عم يقصروا. اي والله الله يعطيهم العافيه بجهنم. كهرباء، المي، المازوت، الغاز، في عندك مواد كثير بدها تنسيق، مو بس المازوت. كهرباء، المي، المازوت، الغاز، في عندك مواد كثير بدها تنسيق، مو بس المازوت. كهرباء، المي، المازوت، الغاز، في عندك مواد كثير بدها تنسيق، مو بس المازوت. لا يوجد أجندات خارجية، لا يوجد ارتباطات خارجية. المخربين هم مجموعة بعضها متعلق بالرئيس وبعائلته المتمسكة بمصالحها. فأنا أريد أن أقول بأن كل ما سمعتوه من إشاعات متعلق بمؤامرة كلها أساسا ليس لها أساس، كلها خاطئة وغير صحيحة، سواء كانت مغرضة أو بريئة. ولكن لن نضيع وقتنا. قلت هذا الكلام أمام مجلس وزراء، وقلته في خطاب مجلس الشعب، وأؤكد عليه دائما. علينا أن نركز على كل طفل من المتظاهرين تحديدا، فعلينا أن نتعامل معه. وكنت أتمنى أن ألتقي كل الجراثيم والتي تتكاثر في كل لحظة في كل مكان على امتداد الوطن. الجراثيم تتواجد في كل مكان، تتواجد على الجلد، تتواجد داخل الأحشاء، ولم يفكر العلماء عبر تاريخ التطور العلمي بأن يقوموا بإبادة الجراثيم، وأننا نفكر دائما كيف نقوي مناعة أجسادنا. هذا ما علينا أن نفكر به، أهم من التحليل بالنسبة للمؤامرة، لأن لا أعتقد بأن المعطيات ستظهر قريبا كل التفاصيل، وربما لن تظهر خلال سنوات. لكن بعض يقول أنه لا توجد مؤامرة، يعني هذا كلام أيضا